في إنسان بتقف تتكلم معاه، ما شاء الله بتبقى عايز الحديث يطول، وبيبقى هناك نوع من القبول والكاريزما المتبادلة. وقد تكون إنسانة شديدة الجمال، جميل فيها كل المواصفات الجميلة جدا، ولكن بتقول توبة من دي النوبة بس كنت أتكلم معها ولا يوجد قبول ولا كاريزما ولا. السبب ان هناك حاجة اسمها طاقة الوعي. طاقة الوعي دي هي التطوير الداخلي بتاع حضرتك، المعلومات اللي عند حضرتك، النور اللي بيبقى حواليكي من الوعي اللي بيكون عندك، الإدراك اللي بيكون عندك، تطوير ذاتك اللي بيكون عندك، فهمك للأمور، الثقة بالنفس. دي اسمها طاقة وعي، ان انا بكون قادر افهم اللي حواليا، مثقفة نفسي، معلمة نفسي. وده اللي ربنا تحدث عنه: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور ده هو طاقة الوعي اللي انا بتحدث عنه، الوعي، الادراك، الفهم. ولذلك زي ما انا بقول قد تكون جميلة جدا، ولكن هي خلاص، هي مرة واحدة هتكلم معاه وببقى بقفل معاه. والعكس صحيح، قد يكون إنسان أيضا قد يكون برضو شخص أنا بتحدث معاه بيسبب لي حالة من الجمود والتوهان وحالة من الملل. وقد تكون سيدة أيضا بتسبب حالة من الملل، في الهيافة الكلام، تكرار نفس الأحداث، ليس لديها وعي، ليس لديها إدراك، ليس لديها الطاقة. ولذلك أنا دايما بقول إن السيدة هي عبارة عن طاقة. يعني الجمال اللي أنا بقيسه للسيدة هي في طاقتها والانجذاب. يعني من يمة الرجل بيكون هو بسبب طاقتها العالية، مش بسبب جمالها. خلي بالكم، السيدة التي ينجذب إليها الرجل هي ليست بسبب الجمال، هو بسبب طاقة الوعي اللي عندها. وربنا وصف إن اللي عنده وعي هو زي الحي. الوعي دوت هو حي، رجل حي أو سيدة حية. واللي ما عندهاش وعي هي سيدة ميتة. فخدي بالك إن والله لما كنت شاهد الفيديو هيفضل موجود. لو حضرتك ما طورتيش من نفسك، اعرفي ان وزوجك بيطور من نفسه، اعرفي ان هو هينفر منك، هيتزوج في يوم من الايام، هيجذب شريك حياة اخر يوما ما. ليه؟ بسبب ان هو في طاقة وعي. والطاقات تنجذب، طاقات بتنجذب لبعضها، عاملة زي المغناطيس كده. تلاقي اتنين طيبين قاعدين مع بعض، وتلاقي اتنين اشرار قاعدين مع بعض. هي بتبقى كده. بتلاقي اتنين جهل قاعدين مع بعض، واتنين على قدر من الثقافة قاعدين مع بعض. مقلتش العلم، على قدر من الثقافة، الفهم، الإدراك اللي ربنا أمرنا بيه. فمهم جدا طاقة الوعي دي، خطيرة جدا جدا جدا. وسبب من أسباب الفشل الزواج، العلاقات الزوجية، ده بسبب الوعي. مفيش وعي على ليفل واحد. بتلاقي في حد وعيه عدى شوية، فبيبدأ يجذب شبيهه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا وأمر سيدنا رسول الله في أول آية: اقرأ، اتعلم، افهم، عشان تستمتع بالحياة. كل شيء.